بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا شباب عاملين إيه؟ خلينا النهاردة نتكلم عن الأسسمنت بتاع جدارة 1.7 اللي هي آخر جدارة عندكم إن شاء الله. هنتكلم عن جزء الريبورت اللي مطلوب منك تعمله كعمل. تمام. النظري هو هيبقى شوية أسئلة نظري كده، مقارنة على أكمل على صح وغلط على أيا كان اللي هيجيلك. الأسئلة دي أنت تذاكر النظري بتاع الجدارة بتاعتك وتقدر إنك تحل عليه بإذن الله. تمام. حاول برضه لو أقدر أعمل لكم شيت هعمل لكم شيت وأنزل لكم فيه شيت مراجعة للنظري. نيجي للتمبلت العمل اللي أنتوا تعملوه. تمبلت بسيط جدا. أنا هديك البروجكت ده أيا كان البروجكت ده عبارة عن إيه، برنامج، ديسكتوب، ويب سايت، موديل اي اي، ايا كان اللي هديهولك ايه، وهطلب منك شويه حاجات عليه. اول حاجه هنا بتكتب لي بتعمل لي ملف الوورد ده. تمام. وبتكتب لي البيانات الاتيه: student information اللي هو اسمك وتاريخ الميلاد بتاعك. تمام. او ممكن ان انا يعني اعمل معاكم جميله حلوه كده وابعت لكم التمبلت ده، هيبقى جاهز تبداوا ان انتوا تملوه في الاسسمنت. يعني مش انتوا اللي هتعملوه، لا انتوا هتملوه في الاسسمنت. يعني دي انا هشوفها مع المهندسين ايه اللي ممكن نعمله، ولو نبعت لكم التمبلت ده اوكي هتعملوه انتوا اوكي. طيب، اول حاجه هتكتب اسمك هنا، تاريخ الميلاد، بعد كده عنوان المشروع. عنوان البروجكت بتاعك او المشروع حاجه بتوحي بالمشروع اللي توزع عليك. بمعنى طلبت منك ان انت تعمل موديل اي اي بيراقب خط انتاج في مصنع، يبقى هنا هتحط تايتل للمشروع بيوحي للتاسك اللي مطلوب في المشروع ده. برودكت لاين مثلا مونيتورنج. تمام. مراقبه خط انتاج. طلبت منك مشروع اي كوميرس ابلكيشن، موبايل ابلكيشن اي كوميرس. طلبت منك اي حاجه، فيبقى التايتل هنا حاجه معبره عن التاسك اللي مطلوبه منك. بروجكت اوفر فيو. اوفر فيو دي معناها ان انت بتكتب تلخيص عن المشروع اللي انت اخدته ده تعمل فيه ايه. يعني هعمل اي كوميرس ابلكيشن. اي كوميرس ده هيبقى فيه لوجن سيستم وهيبقى فيه اوردرنج. هعمل اوردر منه، هنزل عليه منتجات بالنسبه للشركات. اليوزر هيخش هيختار المنتج. بتكتب وصف او سمري للبروجكت بتاعك هو عباره عن ايه. تمام. طبعا دي مش حاجه ثابته، واحد من التاني يختلف. كل واحد يكتب حسب ما هو ايه هيعمل البروجكت اللي هيعمله، او الفانكشنز اللي هيضيفها في الموقع. يعني واحد مثلا هيعمل اي كوميرس هيضيف لي فيه اوثنتيكيشن سيستم، يعني لوجن وريجستر ولوج اوت، وهيضيف لي فيه اوردر. واحد تاني لا هيعمل فيه موديل اي اي يخلي الشخص يقدر ان هو يختار الملابس، وهو بيختارها تظهر له صورته على الملابس وهكذا يعني. تمام. فكل واحد بيختلف في الفانكشنز اللي بيعملها جوه المشروع عن التاني، لكن المشروع في النهايه واحد. انا طالب منك اي كوميرس هتعمل ايه جواه، مش طالب منك يعني تقول لي هتعمل ايه جواه. كل واحد بيختلف عن التاني. انت عملت 3 فانكشن، غيرك عمل 5، غيرك عمل 10. فدي مش حاجه ثابته. تمام. ولكن الفكره عامه ان انت هنا بتكتب ايه، بتكتب وصف تفصيلي للمشروع بتاعك. طيب، اول ليرنينج اوت كام، الاسئله النظري هتبقى موجوده هنا، هتلاقيها موجوده في الجزء ده. هتحلها جوه الوورد وهتكتب لي في الورقه بتاعه الوورد تم الحل في ملف الوورد، محدش يسيبها لي فاضيه. يعني مكان الاسئله النظري تكتب لي تم الحل في ملف الوورد. طيب، نيجي للليرنينج اوت كام الثاني. الليرنينج اوت كام الثاني انا طالب منك ايه. انت دلوقتي هتعمل مشروع. المشروع ده انا هستخدم فيه سوفت وير صح او هارد وير. فلو انت هتستخدم سوفت وير بس هتكتب لي هنا السوفت وير هتستخدمه. يعني مثلا انا هشتغل على الفي اس كود، فاقول له هشتغل والله على الفي اس كود، كوما هحتاج معايا بايثون، كوما هحتاج معايا تكنتر، دي مكتبه في البايثون بعمل بيها ديسكتوب ابلكيشن. تمام. هحتاج مثلا فريم ورك اسمه جانجو عشان اعمل مثلا ويب سايت. هحتاج ال NLP. تمام. لبس اللي هي اللايبرز. خلاص. فاي حاجه سوفت وير هتستخدمها هتكتبها لي هنا في السوفت وير يوز. طيب، سيبك من حته الفورمات سيكشن دي هيدر انت مش هتكتب فيه حاجه. يعني الفورمات سيكشن ده هيدر كده انا هعمله بولد اهو. ده مش هتكتب انت جواه حاجه او قدامه حاجه، خليه بولد. هنا المفروض انا هطلب منك دوكيومنتيشن من اللي انت اتعلمت ان انت تعملها
سواء كانت API documentation, user manual documentation, SRS, functional requirement, non functional requirement, السكوب، اي حاجه هطلبها منك هتعملها في الجزء ده. خلاص، يبقى سواء طلبت منك user manual، API documentation، system documentation، SRS، اي حاجه طلبتها منك هتعملها في الجزء ده. طب دي هعملها على ايه؟ هعملها بناء على المشروع اللي اتبعت لي، كان ايا كان المشروع ده ايه. طيب المشروع ده اكيد انا بدخل فيه داتا، صح؟ الانبوت داتا بتاعتك هتبقى ايه؟ لو انا شغال على الابلكيشن، ايه اللي بدخله للابلكيشن عشان يطلع لي الاوتبوت؟ لو قلت مثلا انا شغال على الابلكيشن آلة حاسبة، الآلة الحاسبة دي انا بدخل لها رقمين ومعاهم الاوبريتور اللي هي جمع او طرح او قسمة او ضرب، وبيطلع لي ناتج. فايه الانبوتس اللي عندك؟ هتكتب الانبوتس هنا، تمام. طيب ناخد مثال تاني، مثلا لو قلت موديل اي اي بدخل له صورة مرض من الامراض الخاصة بالزرع وبيطلع لي ان ده نوع المرض ايه وبيحصل بسبب ايه، يبقى انا كده عندي انبوت. الانبوت دي هي الديسيز ايمج او صورة المرض. بكتب هنا كده اسم الانبوت بتاعي ديسيز ايمج او اكس وواي اوبريتور مثلا، تمام. وهكتب كده ان لو مثلا انا شغال على بروجرام داخل ديسكتوب ابلكيشن، فانا بقول له نوع الانبوت ده ايه. يعني مثلا في الاله الحاسبه انا هدخل مثلا اكس ب5 وواي ب10 والاوبريتور. طب اكس و5 دول عباره عن ايه؟ عباره عن انتجر ولا فلوت ولا سترينج ولا ايه بالظبط؟ بالنسبه للاوبريتور هي عباره عن انتجر ولا سترينج؟ اكيد سترينج. لو جينا مثلا عملنا ابلكيشن تاني، الابلكيشن عباره عن لعبه واللعبه دي تاخد مني بيانات زي الاسم والسن، فدي انبوتس. طب الاسم ده عباره عن ايه؟ عباره عن سترينج نص. طب والايدج عباره عن ايه؟ ده عباره عن انتجر رقم، وهكذا. طيب نيجي للثيرد ليرنينج اوتكم، اخر ليرنينج اوتكم عندك هتعمل فيه ايه؟ هتاخد بعد ما تخلص الدوكيومنتيشن باللي انا طلبتها منك، سواء كانت يوزر مانوال او اي بي اي او اس ار اس او سيستم دوكيومنتيشن او ايا كانت هي ايه، وتبعتها على الجيميل، تبعتها لاي ايميل انونيمس. يعني ايه؟ يعني انونيمس يعني شخص غير موجود او شخص خيالي، تمام. فهتبعت ايميل واسم الدوك اللي انت هتبعتها اللي هي الدوكيومنت تبقى اسمها دوك دوت دوكس مثلا، يعني خلينا نسميها كده بالشكل ده، دوكيمنت دوت دوكس. انا عايز الاسم ده يبقى ظاهر في الايميل، هو كده كده بيحط لك الدوت دوكس تلقائي لما تيجي تعمل ملف وورد، فانت تسميها دوكيمنت. طيب السكرين الثانيه اللي تحطها، هتبعت نفس الايميل او تعمل ريبلاي على الايميل نفسه بنفس الدوكيومنتيشن هي ولكن اسمها ابديتد دوكيمنت. ابديتد دوكيمنت دوت دوكس. ايه معنى الكلمتين دول او ايه معنى السطرين دول؟ معناها ان انا بعد ما خلصت الدوكيومنتيشن بتاعتي هرفعها للشركه اللي عندي عشان تراجعها. طب رفعتها للشركه، حطيت سكرينه هنا بدل انا رفعتها. طيب الحاجه اللي بعديها ردت عليها الشركه بشويه تعديلات عايز اعملها، فانا هعتبر نفسي ان انا عملت تعديلات واحط سكرينه تاني باسم updated document دوت دوكس. يعني هغير اسم الدوكيومنتيشن اللي عندي واروح رافعها تاني واخد سكرينه، هسميها updated document واخد لها سكرينه واحطها هنا. طيب الريسورسز يوزد زي السوفت وير يوزد بالظبط. انا دلوقتي هكتب اي حاجه استخدمتها في المشروع بتاعي. انا عملت الدوكيومنتيشن على ايه؟ على ملف وورد، فهكتب هنا كده وورد او مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت اوفيس، واستخدمت فيه الوورد، استخدمت البايثون، استخدمت ايه تاني؟ استخدمت الفي اس كود، استخدمت ايمجز علشان لو انا هعمل مثلا ابلكيشن هدخل له انبوت كايمج، فاقول له مثلا انا استخدمت ايمج، تمام. اي حاجه هتستخدمها جوه البروجرام اللي انت هتعمله هتكتبها لي هنا. يبقى راجع تاني مع بعض كده سريعا. اول حاجه اسمك وتاريخ الميلاد، بعد كده اسم المشروع ايه او التايتل بتاع البروجكت ايه، وصف المشروع بتاعك، الاسئله النظري اللي هتلاقيها في ورقه الاساس اللي انت هتحلها هنا، هديك هقول لك اعمل لي دوكيومنت معينه هتعملها لي في الجزئيه دي. هنا هتكتب لي السوفت وير يوز اللي انت اشتغلت عليه كسوفت وير بس. ممكن تكتب لي نفس اللي هتكتبهم هنا هم تكتبهم في الريسورسز من تحت عادي، تكتب لي الوورد، البايثون، البي اس كود، كنتر، الجانجو لو انت هتشتغل على حاجه ويب حسب البروجكت هيتوزع عليك، تمام. والدوكيومنتيشن اللي انا هطلبها منك سواء يوزر مانوال، اي بي اي دوكيومنتيشن، سيستم دوكيومنتيشن، اي حاجه. وايه هي الانبوتس اللي انت هتدخلها للمشروع بتاعك، والسكرينتين.
ادي العملي اللي مطلوب منك في الجداره دي بمنتهى البساطه. خلاص. بالنسبه للشيت اللي فيه النظري، هحاول ان انا اعمل شيت وابعته لكم باذن الله، تمام، تبصوا عليه وتتابعوه. خلاص. اتمنى بس يكون الدنيا سهله، ده اخر اسسمنت ليكم، فمش عايز يبقى الدنيا مطوله عليكم. وبالنسبه للاسسمنت بتاع ال 3 دي برينتر، برضو ذاكروا النظري الملف اللي انا بعته التاني الابديتد، تمام، وراجعوا الكونفيجريشن اللي بتعملوها على المكنه، الاعدادات بتاعت المكنه، بختار اسم المكنه والطول والعرض الاكس والواي والزد علشان اقدر ان انا اطبع حاجه معينه. خلاص. هتشتغلوا 5 مع بعض في الجزئيه بتاعه العملي، لكن الديزاين يعني هيبقى مطلوب منك تعمل ديزاين، هيبقى مطلوب منك ان انت سلايس الديزاين ده على الكوره. فانت كفرد هتعمل انت الديزاين على الجهاز بتاعك، وهتعمل له سلايسنج على الكوره، الاثنين دول. وبعد كده لما تيجي تشتغلوا بالملف اللي انت عملت له سلايسنج على الكوره ده، هتاخدوه وتروحوا بيه على المكنه، هتبقوا 5، كل 5 مع بعض هيطبعوا حرف واحد مثلا او شكل معين واحد. خلاص. بس ده باختصار كده الاثنين اسسمنت يا شباب، وان شاء الله يعني ايه ما تبقاش في اي مشاكل بالنسبه لكم. شكرا، واشوفكم على خير باذن الله من حد.